أجمعين المنة وأكمل عليهم النعمة، فجعل فريقا منهم يذهبون إلى بيت الله الحرام ليؤدوا مناسك الحج كما فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم جعل من يبقى في دياره ويعيش معهم بسره وروحه وحاله يشاركهم في الأجر ويكون له مثل ما له من الفضل، فضلا من الله تعالى ومنة منه جل جلاله، والله عزيز حكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضله لا يعد وجوده لا يحد ومدده لا ينفد، لأنه سبحانه بيده الملك وبيده الملكوت وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أظهر الله به شرائع الإسلام وأحيا به مناسك الحج بعد أبينا إبراهيم عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم للناس في الدنيا إماماً وفي الآخرة وهو الشفيع الأعظم لجميع الأنام يوم الزحاف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نور الله الدال على الله بالله، وشمس الحق المشرقة بنور هداه، شفيع المذنبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الأفاضل، إن الله جلت حكمته وتعالت مكانته وتسامت عزته لم يفرض علينا شيئا، إلا لحكمة عالية ولأسرار راقية يعرفها من وفقه الله لسلوك طريقه المستقيم، ولمن هداه إلى نهج نبيه القويم. فأما فريضة الحج فقد فرضها الله على المؤمنين والمؤمنات لحكم كثيرة، نكتفي بواحدة منها في موقفنا هذا تكون لنا إن شاء الله عظة وعبرة. فقد جعل الله الحج للمؤمنين والمؤمنات تذكرة للسفر إلى الدار الآخرة لمن يتذكر ولمن يتفكر في هذه المناسك وهذه الخطوات، إنما هي تذكرة للسفر إلى الدار الآخرة بالعرض على الله تعالى. ربنا جل جلاله حيث قال: إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فإذا خرج الحاج من بيته فإنه يغتسل قبل لبس ملابس إحرامه، ويتذكر بهذا الغسل الذي يغسله به رفاقه لكي يودعون دنياه ويزفونه إلى مولاه إذا دعاه، ثم يلبس ملابس الإحرام وهي بيضاء ولا يوجد بينها وبين الجسم حائل، ليذكر نفسه ويتذكر من حوله لبس الأكفان إذا دعي للقاء الواحد الديان. فإذا أتم ملابس الأكفان بلبس ملابس الإحرام ويتذكر بذلك نداء الله تعالى يوم ينادي منادي الله لجميع الخلائق في حضرة الله، فيقول كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها الأجساد البالية، يا أيتها الشعور المتقطعة، اجتمعوا واختلفوا، فإن الله يدعوكم ليوم عظيم
فيتذكر هذا النداء فيلبي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكلمة لبيك تعني نأتي إليك مسرعين، جئنا إليك طائعين يا ربنا، جئنا إليك بالتلبية يا أحكم الحاكمين، ولم نتوانى عن إجابتك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا وصل إلى ساحة عرفات تذكر ساحة العرض حين يقف الخلائق أجمعين بين يدي الله. تذكر عندما يقف بعرفات ساحة العرض حيث يقف الخلائق أجمعين في مساواة كاملة في الظاهر بين يدي رب العالمين، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالجميع يتساوى أمام الله، يلبسون ملابس واحدة، يقفون في بقعة واحدة، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا عميل ولا حقير، لأنه لا يسمح للوزير أن يعلق نيشانا على صدره أو يعلق شيئا على كتفه، وإنما يتساوى الجميع ولا فرق بينهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يتساوى الجميع في هذا الموقف ولا فرق بينهم إلا في الزفرات والحركات والتسبيحات والدعوات التي تخرج من صدورهم وقلوبهم إلى ربهم. فمنهم من يقال له لا لبيك ولا سعديك وحجك هذا مردود عليك، ومنهم من يقال له لبيك وسعديك وحجك مبرور وذنبك مغفور وزادك موفور وسعيك مشكور. فيقولون كما قال الله: يوم يجمع الناس للقاء الله فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. أما من يقبل الله عليه ويتقبل دعواه فهو من أهل الجنة لا شك إن شاء الله. وأما من ترد الملائكة دعواه وتعلم أن تلبيته مردودة من قبل الله فهو من فريق السعير والعياذ بالله. فإذا وقفوا على عرفات وأقروا لله بذنوبهم واعترفوا بين يديه بمساويهم وأخطائهم غفر الله عز وجل لهم ولا يبالي. ولذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقد ورد أن الإمام محمد بن المكندر رضي الله تعالى عنه وكان قد حج 50 مرة لله تعالى. وفي يوم من أيام عرفة ألقي عليه النوم فرأى ملائكة تنزل من عند الله ويتساءلون فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض: يا عبد الله، أتدري كم حج بيت ربنا هذا العام؟
قال لا. قال 600,000. قال أتدري كم قبل الله منهم؟ قال لا. قال 6 أنفس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال فقمت من نومي مهموما مغموما مكروبا، وقلت إذا كان الله لم يقبل من هؤلاء إلا 6 أنفس فأين أكون منهم؟ فلما وصلت إلى المزدلفة وصليت المغرب والعشاء قصرا وجمعا، فألقي علي النوم، فإذا بهذا النفر من الملائكة وقد جاءوا وتساءلوا فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض يا عبد الله أتدري كم حج بيت ربنا هذا العام؟ قال نعم 600,000. قال أتدري ماذا فعل الله بهم؟ قال نعم قبل منهم 6 أنفس.